كلمتني بنوته على الانستا، طلبت مني طريقه الفراخ البانيه. هنعمل النهارده الفراخ البانيه بطريقه حلوه جدا، الكفر بتاعها هيفضل فيها ومش هتفك. يلا بينا نشوف التريكات والحركات والطعم الجامد جدا. يلا بينا نشوف الطريقه ونقول بسم الله وعلى بركه الله. واهم حاجه بقى ما تنسوش اللايكات والاكسبلور. النهارده بقى عملت ايه؟ نزلت السوق واشتريت حاجه البانيه وظبطت الدنيا. اول حاجه جبتها كانت البانيه كده زي ما انتم شايفين. بعد كده طبعا حطيتها في محلول النقع بتاعنا، وهو عباره عن ميه وسكر وملح وليمون وورق لورا. تمام، تعالوا نعمل الخلطه المميزه اللي بتبله فيها، والنهارده هتبقى مميزه اكتر لاني مستخدمه بهارات نكهات النوبه. حطيت لبن رايب وليمون وملح وفلفل، بهارات فراخ، بابريكا، بودره ثوم وبودره بصل. عايزه اقول لكم التتبيله دي قد ايه سهله جدا وما بتاخدش اي وقت خالص. تعالوا بينا بقى نشوف هنتبلها ازاي. مبدئيا كده بعد ما جهزت الخلطه بجيب طبق وببدا ان انا اشبع كل قطعه بالتتبيله بتاعتها اللي انا عاملاها عشان خاطر تدخل كده وتتغلغل فيها. والتتبيله كمان بتاعتنا النهارده مميزه عشان مستخدمين البهارات بتاعه نكهات النوبه، حلوه جدا جدا. الصفحه دي في بورسعيد وبتوصل كمان لبور فؤاد، وبجد الحاجه بتاعتهم حلوه، ما فيهاش رمل، ما فيهاش اي حاجه خالص. وهم الوكلاء الوحيدين لمطاحن اولاد عبد الصبور في اسوان، يعني بهارات اسواني مية مية من الاخر. بعد كده بقى حضرت الكفر الخارجي وهو عباره عن البقسماط المطحون، تمام، وعليه فيجيتار. طبعا براحتكم بقى استخدموا نوع الفيجيتار اللي انتوا تحبوه. تمام، بعد كده بقى اهم حاجه الخطوه دي مهمه جدا، ان انا افضل ادكك فيها كده. انا بعمله من غير بيض ومن غير اي حاجه خالص، بلبن رايب بس. بفضل ان انا ادكك فيها كويس جدا علشان الكفر الخارجي ما يفكش، وبسيبها ترتاح في التلاجة ساعه. وبعد كده بطلعها بقليها في زيت يكون سخن، وبعد كده بهدي عليها النار وتاكلوا بقى احلى فراخ بانيه. تعالوا بقى اما نعمل الصوص بتاعنا الجامد. عباره بقى عن ايه الصوص دون؟ عباره عن كاتشب ومايونيز وملح وفلفل وبابريكا وشطه وبودره ثوم بودره بصل. قلب 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 قلب، واعملوا بقى بيه ساندوتشات براحتكم. بصوا بقى الفراخ الكفر الخارجي متماسك، مع اني ما سبتهاش في التلاجة، استخدمتها على طول. عملتها في ساندوتشات، وممكن كمان طبعا بناكلها مع المكرونه مع رز بسمتي، براحتكم خالص. تاكلوا احلى فراخ بانيه. واهم حاجه ما تنسوش لو وصلت لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني. منوعات ساره جمال، وانا هعمل لكم ان شاء الله منشن لصفحه نكهات النوبه تحت الفيديو ده. باي باي حلوين.